والله دي كانت أكتر خطوة أنا أخدتها الفترة دي، وفعلًا فرقت معايا جدًا في امتحانات آخر السنة، وهي حل الشوامل الفترة دي، لإن أنا مشيت عكس معظم المدرسين في النقطة دي بالذات. ومع ذلك مع إن الفترة دي كانت فترة ضغط علينا كلنا، إزاي أنا أصلًا الفترة دي كانت أكتر فترة فعلًا في السنة عرفت أضبّط فيها وقتي، وأنام طبيعي، نوم طبيعي عادي، نوم بني آدمين مش شرط أنام ساعتين، وكمان كنت باستغل اليوم كامل في المذاكرة وباطلع بأكبر محصلة. بما إن كلنا كنا نفس الفكر السنة اللي فاتت، وأنت نفس الفكر دلوقتي برضه، اللي هو أنا دلوقتي عاوز أحل شوامل، طيب أحل كام شامل وأبدأ شوامل إمتى؟ ولو بدأت مثلًا في آخر الشهر هيكون مؤخر والّا لأ؟ لو حليت عدد شوامل مش عارف إيه كده لازم أدخل آخر السنة، المفروض إن أنا أغلط كام غلطة في الشامل عشان أعرف أقيّم نفسي وأعرف هل ملائم لآخر السنة والّا لأ؟ طب إيه الكتب اللي بييجي فيها شوامل مشابهة لشوامل آخر السنة وكل الكلام ده. فهكمل معايا الفيديو كده، أنا هاقول لك بالضبط على كل حاجة فيهم، وهاجاوبك بجد والله بكل مصداقية على كل نقطة أنا عملتها السنة اللي فاتت. فكمل معايا الفيديو وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجاية. بما إن الفترة دي هي أكتر فترة أنت محتاج إن أنت تضبط وقتك، ومحتاج مصادر كتيرة تساعدك زي مثلًا معلومات زيادة، حاجات تجميعات، فكل الحاجات دي هاسيبها لك طبعًا في قناة التليجرام عندي وأنا كنت باعتها لك. فدي قناة التليجرام هاسيب لك اللينك بتاعها في الكومنتات، ادخل فيها كل حاجة أنا هاقولها لك هتلاقيها موجودة في الجروب بتاع التليجرام. بُص بقى يا عم، أول حاجة محتاج إن أنت تحاول تصحى بدري الفترة دي. ليه؟ مع إن أنا باحب أذاكر بالليل والكلام ده، أنت امتحان آخر السنة بدري، فبالله عليك أنت لو قعدت سهران طول الليل طبيعي إن أنت جسمك خلاص بييجي بعد الفجر وبينام. فأنت أمّا تيجي في امتحان آخر السنة هتأقلم نفسك إزاي؟ هتلاقي نفسك دايخ وماشي على الامتحان وأنت مصدّع. فمعلش استغل الفترة دي يوم ورا يوم كده، حاول تقللها كل يوم لحد إن شاء الله ما تبدأ تصحى بدري. والغرض من الكلام كله إن أنت تكون بتستغل يومك، عشان ده كل ما أنت تستغل يومك هيديك فرصة أكبر إن أنت تحل أكتر. يعني أنت لو حسبتها دلوقتي هتقول لي إزاي أنا باقعد في كل شامل ساعتين، فإزاي أنا ممكن مثلًا أحل 10 شوامل يعني 20 ساعة، فيعني أنت هتحسبها غلط. ولكن هي مش بتمشي بالطريقة دي خالص. فالأهم إن أنت دلوقتي تستغل يومك كامل كويس جدًا، جدًا. ما تهملش في الحل الجزئي من دلوقتي. أنت دلوقتي والله بتراجع حل جزئي، خلاص اتقنه جامد جدًا، لأن أنت الحل الجزئي هو الشوامل، ولكن في ميزة في الشوامل اللي هي بتربط لك الأسئلة ببعض، على عكس لو أنت بتحل حل جزئي هتلاقي مثلًا لا والله أنت بتحل على التكاثر كل الأسئلة تبع التكاثر، بتحل على الDNA يبقى كل الأسئلة على الDNA. أهم حاجة إن أنت من الآخر تكون بتستغل الأسئلة دي، وطبعًا توفّر وقت لحل الشوامل. ومش هيفرق والله إن أنت تبدأ فيها متأخر ولا دلوقتي، ولكن طبعًا كل ما أنت بتكون بتبدأها بدري ده بيديك فرصة إن أنت تحل أكتر. تالت حاجة كانت بتديني فرصة كويسة إن أنا ما اغلطش في الشوامل غلطات أوفر، ومثلًا ما اغلطش في نُص الشامل، ألا وهي إن أنا كنت مراجع المنهج كويس. فأنت راجع المنهج كويس قبلها، يعني ما تكونش دلوقتي والله أنا لسه بادئ مراجعة لأول مرة، ولسه مثلًا مخلّص المنهج من أسبوع، ولسه بابدأ مراجعة، فاروح أحل الشوامل النهارده. لأ طبعًا ده غلط، لأن أنت مش هتعرف تحل شامل وهتلاقي نفسك أُحبطت لأن أنت بتغلط في معظم الشامل. والشوامل طبعًا ما بدأتهاش غير في شهر 5 بعد ما كنت خلّصت مراجعة جزئية، كنت بادئ مراجعة جزئية بدري شوية، كنت بادئها من حوالي 15/4، فقعدت فيها لحد مثلًا 5، 5، 10، 5 في الحدود دي كده. قعدت أراجع المنهج كامل، خلّصت المنهج وراجعته كويس والكلام ده، خلاص بقى أدخل على الشوامل. طيب دلوقتي تحل الشوامل إزاي بالضبط؟ وأنا أمّا كنت باقعد أحل شامل كنت باعمل إيه بالضبط؟ نفس الخطوات اللي هي كانت بتأهلني لآخر السنة علشان أعرف أدخل الامتحان كويس، ما كنتش باكروت دلوقتي وأدخل ألاقي نفسي كل اللي كنت باعمله عكس امتحان آخر السنة. أنت دلوقتي معظم الكتب اللي معاك إلى حدٍ ما مطابقة لامتحانات آخر السنة، فأنت تعمل إيه؟ أنا والله دلوقتي هاقعد أحل مثلًا شامل فيزيا، تمام، قعدت دلوقتي وخلاص هاحل شامل فيزيا، امتحان آخر السنة 3 ساعات، طيّر منه نُص ساعة للبابل شيت، طيّر منه نُص ساعة تاني لمراجعتك على الامتحان والأسئلة اللي أنت شايفها صعبة، فأنت هيفضل لك ساعتين. فأنت من دلوقتي لازم تكون بتحل الشامل في ساعتين وأقل. بداية الشامل تحلها في ساعتين، ولكن طبعًا أقل. أنا والله كان بيعدّي عليَّ مراحل من كتر الحمد لله التعوّد كنت باحل الشامل يمكن في ساعة، في ساعة وربع. مش معنى كده أنا باقول لك كروت الشامل، لأ طبعًا أنا في البداية طبعًا كنت باحل شامل في ساعتين ويمكن كنت باخد أكتر من ساعتين كمان، ولكن مع التعوّد وإن أنا كل مرّة كنت باشوف طريقة إزاي أقلل الشامل. فبُص يا عم نعمل إيه بالضبط؟ في شامل دلوقتي معيّن والله أنا خلاص هاقعد أحله. أول حاجة أجيب إزازة مَيّة جنبي، أقفل الباب كده عليَّ، أفصل نفسي عن كل حاجة، أكن أنا قاعد في اللجنة، تمام، هابدأ أحل. أهم خطوة أنت لازم تعملها بقى جنبك، تحط تايمر جنبك. التايمر ده بجد والله بيفرق جدًا، جدًا، وبيضحك على عقلك لإن أنت فعلًا بيتضحك عليك من كل حد في الدنيا، حتى التايمر بيضحك عليك. فطبعًا أنت حُط التايمر جنبك، واضبط والله ساعتين، بما إن أنت لسه في الأول ولسه بتبتدي حل الشوامل، فأنت حُط التايمر جنبك واضبط ساعتين بالضبط. بسم الله هابدأ أهو. حُط يا عم جنبك القلم الجاف والقلم الرصاص، بدأت تحل في الشوامل. وأنت بتحل مش تروح تحل سؤال وتيجي شايف إجابته، تحل سؤال وتيجي شايف إجابته. لا تشوف الإجابات، لا تفتح التليفون، لا تسمع فيديو يوتيوب بتاع حل، ما تعملش أي حاجة غير أمّا تخلّص الشامل. حليت ال46 سؤال بتاع الشامل، والله قعدت أفكّر في أسئلة، طب في سؤال مش عارف ما عرفتش أحله، طب كل الكلام ده. لو عدّى عليك سؤال حسيت إن هو مثلًا والله هياخد منّي أكتر من 5 دقايق، لأ طبعًا علّم عليه كده علامة صح جنبه وارجع له في الآخر. خلاص والله خلصت الامتحان مثلًا هاقول في ساعة ونُص، طب بابُص في الآخر لقيت في 3، 4 أسئلة واقفين معايا، اللي هو يعني أنا معلّم عليهم، هارجع بقى واقعد أحلّهم بتأني كده. فدي أول خطوة أنا كنت باعملها. خلاص خلّصت الامتحان، أبدأ بقى للخطوة الأهم بتاعة تصحيح الإجابات. فبابدأ أعلّم الكتاب الشامل ب، ج، د، أ، بابدأ خلاص عملت 46 سؤال.
طيب يا حصر عليا لقيت فيه بتاع 15 سؤال غلط، اعمل ايه فيهم؟ ما تتضايقش بالله عليك، احنا مش داخلين حرب اكتوبر وانت غلطت 15 سؤال فخلاص مش هتعرف تدخل امتحان اخر السنه. الموضوع بهدوء، انت لسه في الاول. غالبا الاسئله دي كنت بجمعها، يعني مثلا والله ايه بجيب كشكول كده جنبي الشامل الاول واكتب والله ايه سؤال 13 انا غلطت فيه في كذا 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 كذا، سؤال 16 مش عارف فكرته كانت كذا كذا كذا. قعدت شامل ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه، كميه الشوامل اللي انا حليتها خلتني خرجت باسئله وافكار كتيره جدا، فده فرق معايا في امتحان اخر السنه. علمت الشامل كامل، ادخل بقى على فيديو على اليوتيوب مثلا لو انا قاعد براجع اونلاين، او المهم ان انا بدخل على المستر وهو بيحله على الكام سؤال بس اللي انا محتاجه. الكام سؤال دول والله اشوف المستر حل السؤال ازاي دخل في السؤال وما عرفتش ادخل في السؤال، فباخد منه الفكره، بحيث والله ان الفكره دي لو قابلتني مليون مره بعد كده انا خلاص الفكره دي انا خلاص عرفتها. مش والله اكروت الفكره وانا والله غلطت فيها دلوقتي فاسمع المستر وهو بيحلها تقابلني في شامل بعدها تاني ابقى قاعد زي العبيط ومش عارف احلها، فده مش عقل برضه وانا كده مش بستفيد من الشوامل اصلا. ده كده خلاص عرفت الحل بتاعه بيحلها ازاي. ده رجعنا للنقطه اللي قبلها، خلاص والله بكتب المستر حلها ازاي بالظبط واعرف فكره السؤال ده. شامل مع الاثنين مع ثلاثه بتلاقي نفسك غلطتك بتقل، لان معظم الافكار بتتكرر هي ولكن بصيغه مختلفه. اوريك بالظبط انت تعمل ايه، ده بالظبط ايه الشامل اللي انا كنت بحله في الاحياء اهو. ركز كده شويه، لو عملت كده في كل الشوامل هتطلع بكميه افكار، الافكار دي بجد والله تخليك يعني ايه مفرتك الماده حرفيا. طيب المفروض ان انت تحل كام شامل وتغلط كام غلطه والكلام ده، بالله عليك الكلام ده تحطه كده حلقه في ودنك من دلوقتي لحد ما تدخل الامتحان اخر السنه. خليك انسان سوي كده، مش كل حد ايه بيهزك بكلامه. والله انا حليت 670 شامل، والله انت لو ما حليتش 130 شامل في كل ماده لا تجيب كحك بسكر من اللي هو الكبير ده. سيبك من الكلام ده كله، مفيش حاجه اسمها ايه حليت عدد معين فعرفت تدخل اخر السنه. ناس والله حلت شوامل اقل ومع ذلك جابوا مجموع اكتر، مش بالكلام ده خالص. انا لسه قايل لك نقطه معينه الا وهي إن الاهم ان انت كل شامل تكون خارج وانا صامم كل سؤال فيه، عارف كل سؤال فكرته رايحه فين وجايه منين. كتاب واحد والله كفيل بجد ان هو يظبطك في اخر السنه، ولكن اهم حاجه ان الكتاب ده تحله بجد كل سؤال خلاص انا فاهم ورايح فين وجاي منين وفاهم الفكره دي بيلعب على ايه. فهي زي ما قلت مش بحل عدد الشوامل ومش شرط انت تحل 100. وبرضه مع ذلك انا مثلا كنت بحط والله ايه رينج انا عاوز احل اكتر، لان كل ما تحل اكتر كل ما انت بتستفيد اكتر لو مش زي ما انا بقول لك. فانا والله مثلا ما كنتش بقل بصراحه على 20 30 شامل في الماده، 20 شامل مثلا في كل كتاب والتسع او ال10 شوامل اللي هم كانوا بتاع السنين السابقه. وطبعا ده بتختلف من الماده لان ماده زي الفرنساوي انا حل فيها بتاع 70 شامل اصلا، ماده زي الانجليزي حل فيها بتاع 50. ولكن انا بتكلم على الفيزياء الكيمياء الحاجات اللي انت بتقعد بتاخد فيها وقت اصلا كبير وانت بتحل. قبل المفروض ان انت تكون بتغلط كام غلطه برضه مش عدد معين. واهم حاجه برضه لازم تكون فاهمها دلوقتي اللي هو على امتى كده المفروض ان انا اقفل الشامل، مش على امتى. مش مطلوب منك اصلا ان انت تقفل الشامل. تقفل الشامل ليه؟ يعني انت لو هتقفل الشامل كلها انت هتجيب 100%، ده ما حصلتش بقى 4 سنين، ما فيش حد جاب 99% حتى. يعني مش مطلوب منك في النظام الجديد ان انت تقفل الشوامل، يعني مفيش عقل بيتحمله انت في نظام جديد اسئله اصلا كلها صعبه. الغالب مش بيعرف اصلا حد يقفل الشوامل. انا ما افتكرش ان انا قفلت كام شامل غير قليلين جدا ويتعدوا على الصوابع. يتعدوا على الصوابع ايه؟ انا في ماده زي الاحياء قفلت فيها غير يمكن شاملين ثلاثه، عربي يمكن قفلت في واحد وكان برضا الوالدين ورضا البحراوي، فيعني ما عرفتش اقفل شوامل. ولكن نقطه لازم تكون فاهمها كويس جدا، مش بالغلطات. انت الطبيعي في الاول انت تغلط كتير، ولكن هدفنا ان انت تقلل الغلطات واحده واحده. ليه؟ بناء على كل اللي انا قلت لك ان انت الحاجات اللي فاتت المفروض ان انت الغلطات بتاعتك تقل واحده واحده. طيب دلوقتي والله انا بحل شويه لقيت عندي 100 غلطه، عادي يا عم ما تافورش وشرط خلاص والله ايه لا والله انا هموت نفسي والله العظيم ان انا اسف السنه يلا بقى. لا مش كده يا عم. دلوقتي انت بتحل الشامل غلطت فيه شويه اسئله، ارجع لكل اللي انا قلته لك وشوف الاسئله غلطت فيها. انت عندك تارجت معين، مش ان انت تشوف غلطت كام سؤال. التارجت ان انت تكون فاهمه ان كل سؤال غلطت فيه لازم تكون فاهمه. فانت بالله عليك الفكره دي لازم تطلعها من دماغك. والله انا لو غلطت كتير نفسيتي هتبوظ وافضل قاعد لاخر اليوم مش عارف متضايق طب والله انا ازاي مثلا غلطت 20 دلوقتي سؤال هعمل ايه في اخر السنه. طلع من دماغك كل الافكار السلبيه دي، والله العظيم الافكار دي مالها اي 23 لازمه. حل الشامل غلطت في شويه اسئله، اعرف فكره الاسئله دي ما تسيبش الشامل حتى لو هتقعد فيه يومين غير اما تكون عارف كل سؤال رايح فين وجاي منين. وطبعا كل الكلام اللي انا قلته ده اصلا مش على شوامل بس، انت دلوقتي بتحل ومفروض ان انت مستغل الفتره دي في الحل سواء حل جزئي او شوامل. نفس الموضوع انت بتحل على فصل معين حل جزئي، يعني ما تفكرش ان الكلام ده كله على الشوامل بس، لا طبعا بتحل حل جزئي. خلص يا عم 100 سؤال براحتك، بعد ما خلصت ال 100 سؤال اللي على الفصل ده علمتهم في شويه طلعوا عندي غلط قسمتهم والله لشويه اسئله متخلفه انا غلطت فيها ما كانش ليها لازمه، وشويه اسئله فيها افكار دخلت عرفت الافكار كتبتها. فالكلام ده بيتطبق على اي حاجه في الدنيا، عشان انا ما نخليش فكرك قد كده وتقول لي الكلام ده بيتطبق على الشوامل بس. ركز معايا الله يرضى عنك. حاجه مهمه كمان كانت بتفرق معايا جدا وتقلل غلطاتي في الشوامل، زي ما قلت لك ان انت الشوامل او اسئله اخر السنه في العموم بتكون مربطه الى حد ما ببعض. يعني انت ممكن سؤال يجي لك تلاقيه مربط الكحول بالبنزين بالالدهيدات مش عارف بالاسترات. السؤال بيجمع لك كذا حاجه. طب انا ازاي بجد هعرف الفروق بين كل الحاجات دي؟
الحاجات دي الفتره دي انت المفروض تستغلها في التجميعات. انا بجد الفتره دي كانت بتفرق معايا. التجميعات ازاي؟ والله مثلا انا جالي سؤال عن الكحول والاستر، طب ايه الفرق بين الكحول والاستر؟ هل انا عارفه؟ لا والله انا ذاكرت الكحول لوحده والاستر لوحده بس مش عارف الفروق بينهم. خلاص والله انا هبدا الفتره دي اعمل الفروق بين الكحول والاستر. وطبعا الفروق والتجميعات دي كلها بتفرق معاك جدا. طيب هتلاقيها فين؟ عشان انت ممكن مثلا ما تكونش عارف تكتبها، انا كنت بعتها لكم على التليجرام، فانت تدخل على التليجرام كده بجد هتلاقي حاجات في الكيمياء جدا، وفي معظم المواد تجميعات هتنفعك جدا جدا والله. حاجه مهمه بقى، ما تقعدش تقيم مستواك وتقول والله ايه انا مذاكر نص المنهج، فبالتالي وتبقى بارد وتقول والله وانا بحل الشوامل والله ده انا مذاكر نص المنهج بس، فيعني ايه لو غلطت 30 سؤال ده انا كده ابقى جامد جدا. انت لو غلطت 30 سؤال هتجيب 24% في اخر السنه، فيعني ما تعملش كده خالص. خليك طماع شويه في حته ايه وانت بتحل. يعني ايه؟ خلي هدفك وانت قبل ما تحل ان انت ايه تقفل الشامل. طب مع ان انت مش هتعرف تقفل الشامل، ومفيش حد يعرف فينا يقفل الشامل غير نادر جدا زي ما انا قلت، ولكن يعني علي من مستواك شويه. دماغك دي اي حد بيضحك عليها زي ما انا لسه قايل لك في موضوع التايمر. مش تقول والله انا هغلط 13 سؤال، يا لهوي ده انا كده ايه، ده انا كده يخوف اوائل الجمهوريه مني بقى. ما تعملش كده بالله عليك، ما تعملش كده. خلي هدفك ان انت ايه تجيب اعلى درجه في الشامل. ما قفلتش الشامل زي ما انا قلت هتجيب اقل منه، فده هينفعك جدا برضه. وبس طبق كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي بجد والله هتفرق معاك جدا جدا. واي حد فيكم عايز اي سؤال يكتب لي في الكومنتات او يبعت لي على الانستجرام بشكل خاص مثلا، وانا بجد والله بجاوب هنا او بجاوب هنا. فما تنساش حاجه مهمه الا وهي اعمل لايك اعمل لايك ده انا مزنوق في الامتحانات كده بصور لك فيديوهات، اعمل لايك بس اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. الفتره دي هحاول استغلها كده في ان انا اعمل لكم فيديوهات بجد تفيدكم جدا الفتره دي، وكمان تفيدني بشكل شخصي، نعمل تحديات مع بعض كده ايه في المذاكره. وبس تنساش الاشتراك في القناه وتعمل لايك علشان ايه يجي لك كل الفيديوهات اللي جايه، وتفعل زر الجرس برضه عشان يجي لك كل الفيديوهات اللي جايه. بس اشوفكم فيديو جديد، السلام عليكم.